بجد، نص مليون جنيه، مش بهزر. وعشان تعرف تعمل فلوس قدامك حل من الاتنين، يا اما تبيع خدمه يا اما تبيع منتج. الخدمات دي زي انك تتعلم مهارات زي الميديا باينج او الجرافيك ديزاين او الموشن جرافيك، وهيبقى قدامك اوبشن من الاتنين، يا اما تشتغل في شركه بالوقت يا اما تشتغل فريلانس. وانا دي مش خطتي دلوقتي، انا قررت اكون بتاع برودكت. لو هتبيع منتج فقدامك اوبشن من الاتنين، يا اما تبقى صاحب براند في نيش معين او مجال مخصص، يا اما تعمل حاجه اسمها ريسيلينج او اعاده البيع. سواء ده او ده، هتجيب بضاعه وهتصنع في مصر، يا اما تجيب نصين. بس هتبيع فين؟ هنا بقى الحلاوه. في طرق كتيره للبيع، ومنهم الاي كوميرس او التجاره الالكترونيه، ودي بتتقسم لشويه حاجات، منها الدروب شيبنج اللي كلنا نعرفه بس طلع حرام الا بشروط هنبقى نتكلم عنه بعدين. وتاني نوع هو الافيليت او التسويق بالعموله، انت بتسوق منتجات لشخص ما وبتاخد عليها عموله على مواقع زي تاجر وماركتلي وجامايكا. والنوع الثالث هو البرنت اون ديموند او بيتقال عليه البي او دي او الطباعه عند الطلب، على مواقع زي ايزي ميرش او امازون ميرش. والنوع الرابع هو التجاره بالمخزون، بتشتري منتجات وتحطها في مخزنك وترجع تبيعها اونلاين. النوع الخامس هو الماركت بليس، بتبيع المنتجات اللي معاك على امازون او نون او جوميا، وده من انجح البيزنس في الوطن العربي حاليا. بس انا اخترت موديل مختلف وهو الهايبر، هو اننا هنبيع من على الويب سايت وكمان السوشيال ميديا وكمان من على الماركت بليس علشان نحقق اعلى مبيعات ونشوف هنوصل لنص مليون جنيه ولا لا. اكتب لي في الكومنتس ايه اكتر موديل اي كوميرس شدك وعجبك اكتر، وهبعت لك شيت فيه كل التفاصيل والمصادر اللي تذاكر منها.